حديثين من احاديث النبي الصحيحه واللي لازم تركز معاهم كويس قوي. اول واحد، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا ينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او لا يختمن الله على قلوبهم. عارف يعني ايه الكلام ده؟ هنا النبي بيكلم كل واحد ما بيصليش الجمعه: خد بالك لحسن ربنا يختم على قلبك. طبعا احنا كلنا عارفين الختم العادي اللي بنختم بيه الورق والحاجات اللي زي كده. او تخيل بقى ان ربنا سبحانه وتعالى يختم على قلبك فما تبقاش شايف اي حاجه حلوه في حياتك، نفسيه زي الزفت، مفيش بركه، مشاكل على طول. من الاخر حياتك كلها بلا استثناء متلخبطه. اهو الختم على القلب هو ده اللي بيحصل فيه بالظبط. وبالمناسبه الكلام ده كله بيحصل للي ما بيصليش خالص، مش الجمعه بس. اما الحديث التاني بقى واللي بيدور حوالين نفس المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من ترك الجمعه 3 جمع بدون عذر طبع الله على قلب. برضو اول لما تسمع كلمه طبع الله على قلب دي، يعني نفس الموضوع بالظبط بالنسبه للختم على القلب. وفعلا يا جماعه والله ساعات بيجي على الواحد لحظات يحس ان قلبه ده زي الحجر. بيجي عليك اوقات بتبقى حاسس ان انت مش عايز تقرب ناحيه الجامع ولا الصلاه ولا اي حاجه من الحاجات اللي ترضي ربنا دي. او الحاجه دي بقى لما تجيلك تعرف ان انت علاقتك بربنا مش احسن حاجه، واللي ساعتها لازم تراجع نفسك كويس قوي. اول حاجه في حياتك كلها هي الصلاه. واخر حاجه عايز اقولها لك: ما تخليش الفيديو ده يقف عندك، ولو حتى ما شيرتوش ذكر بغيرك.